تعالوا خلينا نحسب السعرات الحرارية هذه الوجبة أو الصينية. السعرات الحرارية لطبق فول مدمس بالليمون. الفول المدمس طبعا هذا جبته معلبات الكسيح، 200 غرام فول مدمس ينطيك 150 سعرة حرارية، وعصرت عليه نصف ليمونة 10 سعرة حرارية، يعني المجموع الكلي لهذا الطبق 160 سعرة حرارية. أما بالنسبة للسعرات الحرارية في طبق السلطة أو معون الزلاطة، 55 غرام بصل ينطيك 22 سعرة حرارية، و62 غرام فلفل أخضر حلو ينطيك 10 سعرة حرارية، و85 غرام طماطة ينطيك 15 سعرة حرارية، يعني المجموع الكلي لسعرات طبق السلطة ومعون الزلاطة اللي قاعد تشوفوه 47 سعرة حرارية. بالنسبة لخبز الشعير الريف، القطعة الوحدة تشوفوها قدامكم مستطيلة وتشبه الكبوسة مالت الآيس كريم. طبعا هذه الخبزة ما تحتوي على سكر نهائيا، القطعة الوحدة تحتوي على 86 سعرة حرارية. أنا هنا مثل ما تشوفون خليت قطعتين، ف86 زائد 86 راح ينطيك 172 سعرة حرارية للقطعتين. فالمجموع الكلي للسعرات الحرارية بهذه الوجبة تشوفوها وهذه الصينية تقريبا 379. يجوز تقل شوية أو داحكي عن الرقم اللي انطيتكم اياه 379 سعرة حرارية بهذه الوجبة، يجوز تزيد شوية أو تقل شوية، بس هو عدد تقريبي صحيح. طبعا أنا حبيت أن تشاركوني هذه التجربة، أولا حتى ما أحس بالوحدة وكآبة النظام الغذائي، لأنه تدرون إحنا كلنا من نتبع نظام غذائي حتى لو كان جدا صحي تحس بكآبة، فحبيت أن تشاركوني هذه التجربة. أنا اتبعت هذا النظام لأنه تعرضت السمنة ما أول مرة أسمن بهالطريقة، فحبيت أن أشارككم هاي التجربة. حبيت أن تعلقون على هذا النوع من الفيديوهات، انتم هم تكتبون شنو كانت تجربتكم وشلون تخلصتوا من السمنة الزائدة أو من الكيلوات الزايدة بجسمكم. أتمنى تكتبون بالتعليقات، أتمنى واحد يسولف للثاني هو شلون تخلص من الوزن الزائد. أنا بالنسبة لي مرتاحة جدا على هذا النمط وعلى هذا النظام، يعني كل إنسان يوال مفد نظام معين، فأريد أنتم هم تكتبون. بالنسبة على فكرة لهذا الخبز الشعير اللي تشوفوه، أنا جربت أنواع كلش هواية من الخبز أو الصمون مثل ما احنا نقول بالعراقي، لكن هذا النوع كلش جهاز الهضمي مرتاح على هذا النوع من الخبز، وناوية إن شاء الله أنزل عنه عن كل الأنواع والسعرات الحرارية، خاصة على فكرة للسكر كلش يفيدهم. موجود أكثر شيء بالسوبر ماركتات أو بالتطبيقات اللي انتم تسوقون عن طريق التطبيق